شوف غير النشيد الوطني ديال المغرب شكون دارو غادي تفهم شكون حكماتو فرنسا. قول الحقيقة يا منافق. نقول لك الحقيقة قبل ما غادي نهضر لك على النشيد الوطني ديال المغرب، اجي نهضر لك شوية على النشيد الوطني ديال الجزائر، وتفضل معايا على كرسي وشرب القهوة وتعالى تمزج. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطيبات والجبال والطبيعة. ما كتلاحظش انك كتقسم بشي حاجه من غير الله سبحانه وتعالى، وهناك شرك في الله واضح في نشيدك الوطني الجزائري، وان اللي كتب النشيد الوطني الجزائري هو واحد الحركي كان عامل ديال فرنسا، وكان مزوج بوحده فرنسيه او صاحبته فرنسيه اللي كتبات النشيد الوطني اللي سميتو كاساما. ان فرنسا لحد يومنا هذا باقي كدي لاساسيم، يعني حقوق الطبع، وان الملحن ديال النشيد ديالك فهو مصري. وإلا ما تيقتنيش هنا راه كيقولك بلي قسما ابارتين لا سوسيتي فرونسيز، واللي دروا ديالها كاينين في فرنسا، وان ساسيم هي اللي مسؤوله على لارونجمون اللي دارها مسيو ليونيل اسبيتاليي و جيرار توريت و انطون لوتشيتي، وان لا ميزون اش في كوم انترناسيونال اللي لا باز ديالها في لوكسمبورغ هي اللي مسؤوله على هذا النشيد. يعني قبل ما تخدم النشيد ديالك في التلفازه ولا في شي تظاهره كرويه ولا في شي عيد، خصكم تخلصوا الفلوس لماماكم لا فرانس. لا لا وبلاتي نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه، هو ان النشيد ديالك طويل تبارك الله، على الاقل خصك فيه واحد 2 دقائق باش تكملو. كيفاش كتشرح لي انا النشيد ديالك ما كتشوفوش تقريبا فيه واحد 30 ثانيه 35 ثانيه؟ لانكم كتوصلوا غير حد فاشهدوا وكتسكتوا، كتقدوش تقولوا يا فرنسا فقد مضى وقت العتاب يا يعني كتعترفوا بفرنسا وكتعترفوا بداك الشيء اللي دارت فيكم على اشلائنا واجوتاتنا وكذا. كيفاش بغيتي تقول لي بلي نتايا حر وعندك الرجال وما مستعمرش، وان النشيد الوطني ديالك باقي تحت وطأة الاستعمار الفرنسي؟ وسير حما حرر النشيد الوطني ديالك من فرنسا وحيدو من ديك لاسيسيم، ولا صايب لك شي نشيد جديد، واخا انني عارفك ما تقدرش ديرو وما تقدرش تبدلو مدى الحياه، وحرر جاميجي مجدودك. واجي دابا نشرح لك على النشيد الوطني المغربي. اما النشيد الوطني المغربي فاحنا كنغنيوه كامل، وفيه تقريبا دقيقه و20 ثانيه، وكيسالي بشعار الله الوطن الملك. اللحن ديالو كان في عهد الحمايه فاش كان لحنو ليو مورغان، فقط كان عباره عن لحن موسيقي. في 1970 جا الحسن الثاني وطلب من صقلي الحسيني انه يكتب كلمات هذا النشيد الوطني، اللي اصبح نشيد وطني مغربي محض. ولكن الدليل على ذلك اننا نحن ما كنخلصوا لا حقوق طبع لفرنسا ولا عندنا لا سيسيم، ونتحداك تجيب لي شي دليل من هذا القبيل. كما قال المثل اللي داروا من الزاج ما يقيسش ديور الناس بالحجر، وبشعار الله الوطن الملك يا مدينة الجزائر.